سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نوجد معكم الزيت ديال لافوكا بواحد الطريقه اللي سهله بزاف. كما كتعرفوا الثمن ديال الزيت ديال لافوكا تيكون غالي شويه، وهي مفيده بزاف للبشره وللشعر ديالنا. اللي بغات توجدها في الدار كما الوقت ديال لافوكا هذا والثمن ديالها رخيص، اللي بغى يوجد الزيت ديال لافوكا بواحد الطريقه سهله في الدار غادي نبارطاجيها معكم. انا وجدتها وبغيت نشاركها معكم. كنتمنى تتبعوا الفيديو حتى الاخر، وما تنساوش ليا من فضلكم لايك باش يوصل هذا الفيديو لاكبر عدد من الناس. كما كتشوفوا معايا انا وجدت هذا الزيت ديال لافوكا واحد الطريقه اللي سهله بزاف. ولافوكا كما معروف عليها راه فيها الدهون بزاف، يعني 77% تقريبا دهون اللي راه كتخرج لينا الزيت. انا راه زدت عليها زيت العود وزيت الكوك، ولكن راه حتى هي كتخرج الزيت ديالها. كنتمنى تتبعوا الفيديو حتى الاخر. هانتوما كتشوفوا الزيت ديالها كتعطينا هذا اللون ديالها خضر كما كتشوفوا. هذا هو الشكل ديال الزيت ديال لافوكا ديالنا ديال اليوم. كما كتشوفوا هنايا كنحتاجوا لافوكا كما كتشوفوا معايا. هنايا كنشدو نحيدوا لي هاد العظيم ديالها. انا راني مصوبها من قبل وقلت بلاتي نشارك معكم الفكره. انا كنت مقشرها ومجداها، تعطلت عليها كما كتشوفوا بدات كتكحل ولا تاكسد. غادي نشدها نحيد لي هذا القلب ديالها بهذا الشكل هذا. هاد لافوكا صغيره ولكن راه زوينه. المهم انا غنصاوب بها الزيت، واخا تكون كاع لافوكا معطله عندكم ولا قديمه راه ماشي مشكل، غادي تستعملوها. كما كتشوفوا معايا غادي نعكها مزيان بهاد الفرشيطه، ومن بعد غادي نوريكم كيفاش شنو الاضافات اللي غادي نزيدو ليها. غادي نزيد كما كتشوفوا هنايا 2 معالق كبارين ديال زيت العود بهذا الشكل هذا، ولا تزيدوا حتى 3. المهم 2 معالق ولا 3. زدت انا غير 2 معالق كبارين ديال زيت العود. غادي نزيد 2 معالق ديال الزيت ديال الكوك مجمده كما كتشوفوا، جامده مع البرد. المهم غادي نحاول ندير 2 معالق صغارين. صافي كما كتشوفوا من بعد ما معستها مزيان بهذه الفرشيطه حتى يعني دارت بحال الطحنات لافوكا ديالنا. زدت عليها زيت العود وزيت ديال جوز الهند ولا الكوك. غادي نحطها على النار مهيله ونبقى نحرك. غادي تشوفوا معايا النتيجه. هانتوما كما كتشوفوا معايا حطيت لافوكا ديالي على النار كما كتشوفوا. غادي نبقى نحرك حتى تحمر ليا، تبدا تحمر يعني تبدا تخرج منها الزيت. كطيب هاد لافوكا نبقى نستمر بالتحريك باش ما تلصقش ليا في هاد الجناب. نحاول نزيدها خليها على نار مهيله. كما كتعرفوا الزيت ديال لافوكا مهم بزاف وغاليه، يعني الثمن ديالها اللي مرتفع، والطريقه اللي راه اقتصاديه وسهله باش نوجدوا بها الزيت ديال لافوكا. نحتاجوها للشعر يعني البشره ديالنا والشعر ديالنا. الفوائد ديالها كثيره. جربوا الوصفه الا عجباتكم. انا راه جربتها وعجباتني وبغيت نبارطاجيها معكم. كنتمنى تجربوها حتى نتوما. تقدروا تصاوبوها بالقياس اللي بغيتو على حسب الكميه اللي عندكم ديال لافوكا. واخا تشوفوا ديك لافوكا اللي كتكون قريبه تخسر ولا كتلقاوها عند الناس اللي تيبيعوا الفواكه، كتلقاو شي افوكا عندها بحال قديمه بحال هذيك، كتجيبوها تصاوبوا بها. ماشي ضروري تجيبوا شي حاجه اللي بقى مزيانه بزاف. المهم ما تكونش خاسره، فقط تكون طيبه مزيان. غادي نبقى مستمره في التحريك حتى تبدا الزيت كتبان دوك الجناب ديالها. نبدا نحرك بحال هكا تبان ليا الزيت راه خارجه
من هاد العجين ديال لافوكا. ولا بان لي شي طريف ديال لافوكا باقي ما تفهمش مزيان، نضيف عليه هاد المعلقه ديال الخشب. كاينه حتى الطريقه الثانيه باش تصاوبوا الزيت ديال لافوكا، لكم تصاوبوه في الفران، تجيبوا شي طاوله ديال ولا مول ديال الدجاج وتطحنوا مزيان هاد لافوكا شي فرشيطه ولا شي حاجه تنعسوها مزيان، تطحن بهذا الشكل وتسرحوها تكون رقيقه وتحطوها في الفران طيب حتى تنشف من الماء، ما تيبقاش فيها الماء. ومن بعد كتعصروها وكتخرجوا ديك الزيت ديال لافوكا اللي كتكون فيها. ولا ديروها بطريقه حتى هي زوينه كما كتشوفوا. هكا نبقى نحرك حتى تبدا تنشف من الماء اللي فيها. هذا الماء ديال لافوكا يبدا ينشف. غادي نبقى مستمره بهذه الطريقه هذه حتى تبدا تحمر ليا شي شويه لافوكا. ومن بعد غادي نوريكم كيفاش ولا الشكل ديالها. كما كتشوفوا معايا نشفت هاد لافوكا من داك الماء، مابقاش فيها الماء كما كتشوفوا. باش نقلب ملي كنحركها كتبدا تطلع هاد الجناب هادو حمر، داك الجيل مولي المقله كتولي قهويه، كتبان لك قهويه ولكن ماشي كلوها تحرك بزاف. كما كتشوفوا مابقاش فيها الماء اللي كان في لافوكا، مابقاش. غادي نبقى نحرك كما كتشوفوا بهذا الشكل. والكميه ديالها قلال في داك الماء اللي كان فيها في داك لافوكا ديالنا، ما بقاش دابا بقى غير داك بقات غير الزيت وداك لافوكا ناشفه ما بقاش فيها الماء. صافي غادي نجيب واحد الطريف ديال الثوم ديال حياتي يكون نقي معقم. هانتوما كتشوفوا وليت كنعس بهاد المعلقه ديال الخشب وكتبان ليا الزيت في الجناب كما كتشوفوا بهذا الشكل هذا. وكتولي بحال تيتبدل اللون ديال لافوكا، كيولى اللون ديالها ملي كنقلبها كنلقى هذا سميتو ولات قهويه بحال قهويه. المهم غتنشف من الماء باش تخرج من ديك الساعات الزيت. ملي نعصروها غادي تخرج لينا الزيت، ما يخرجش مع حتى داك العصير ديالها الماء ديال لافوكا. صافي غادي نخليها تبرد واحد شويه. ضروري خصنا نعصروها تكون باقا سخونه، غير المهم ما تحرقناش، يكون الخليط باقي سخون باش تخرج لينا الزيت ديال لافوكا. كما كتشوفوا راه قلال، يعني الكميه قلال تمنين تبخر من هذاك الماء اللي كان فيها. دابا كما كتشوفوا كتبان لينا الزيت، كنعس بهذا المعلقه ديال الخشب وكتبان الزيت خارجه من الجناب. حنا جبت واحد الجبانيه كما كتشوفوا، واحد الطريف ديال الثوم ديال حياتي. وغادي نجيب هذا الخليط نحطو بحال هذا الشكل. غادي ندير غير نص ديال الكميه. غادي نحاول نبدا نعصر كما كتشوفوا. غادي نبقى نعصر بشويه باقا سخونه. كما كتشوفوا الزيت ديالنا بدات كتخرج، ونحاولوا نعصروا وهي باقا سخونه. درت هذا التويب هذا صغيور. صافي غادي نبقى بهذا الشكل هكا حتى نعصر هذه الكميه كامله اللي عندي ديال تخرج ليا كامله الزيت. ودوك الطريفات اللي عاودوا خرجوا غادي نعاود نصفيهم، نعاود نصفيها. درت تويب صغيور بزاف كما كتشوفوا الزيت كتخرج. غادي نبقى نخرج الزيت غير بشويه بشويه. هذا باقا سخونه، خليوها تبرد شويه، ما نعصروهاش تكون سخونه بزاف. بهذا الشكل هكا
انا غادي نخليها حتى تبرد شويه حيت حرقت لي يديا كما كتشوفوا الزيت ديالها. غادي نزيد نعصر صوبه التويب حيت خرجت لي منه الخليط ديال لافوكا بهذا الشكل هكا. كما كتشوفوا باقي لي الكميه الاخرى، غادي نبقى نعصر تنخرج الزيت كامل اللي كاين اللي عندي في هذا الخليط ديال هذا المعجون ديال لافوكا بهذا الشكل هكا حتى ما تبقاش فيها الزيت. كما كتشوفوا معايا واخا باقا سخونه شويه ولكن نحاولوا نصبروا شويه. كتشوفوا الزيت كتهبط منها ونعاود نسخنها عاوتاني. غادي نردها في المقله ونعاود نسخنها حتى تدفى هذوك الكميه اللي عصرت الاولى، وغادي نعاود نعصرها المره الثانيه. وهذا الشيء اللي غادي يبقى حتى هو غادي نستافدوا منه، غادي نصاوبوا منه ماسكات للشعر والوجه ديالنا. غادي نوريكم كيفاش نحتفظوا به في الثلاجه. كنتمنى الفكره ديالي تعجبكم وتجربوها، وما تنساوش ليا من فضلكم اللايك واشتراك في القناه. مرحبا بكم. وهذه هي الزيت ديالنا ديال اليوم كما كتشوفوا، وباقي غادي نزيد نسخن هذه الكميه كما كتشوفوا لي هنا. غادي نردها في المقله ونسخنها ونعصرها للمره الثانيه كما كتشوفوا. غادي نسخنها ونردها للمقله ونعاود نعصرها للمره الثانيه باش تخرج الكميه اللي باقا عندي ديال الزيت. وهاد الكميه ديال الزيت اللي عندي هنا في الزلافه غادي نعاود نصفيها باش داك الطريفات اللي بقاو ليا فيها ديال لافوكا يتحيدوا صافي. ومن بعد غادي نوريكم الشكل النهائي ولا الزيت كيفاش جاتنا ديال لافوكا. كنتمنى ديروا لي لايك الفيديو باش يوصل اكبر عدد ديال الناس، دعموا القناه باش توصل اكبر عدد ديال الناس. كما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل ديال الزيت ديالنا من بعد ما عصرناها. هذاك الطريف ديال الثوب اللي درت انا صغيور درتو صغيور باش ما يشربش ليا الزيت. الا درت شي طرف كبير ديال الثوب ديال حياتي غادي تبقى فيه الزيت كثيره. درت غير طريف، ديروا غير طريف صغير ديال الثوب وبقاو تعصروا بشويه حتى تعصروا داك الزيت ديال لافوكا صافي. وهذاك الشيء اللي بقى لي ديك لافوكا، ديك العجينه ديال لافوكا اللي بقات انايا سرحتها هنايا في هذا السلوفان وقطعتها على شكل مربعات وغادي نحطها في المجمد وغادي نبقى نضيف عليها السنيده وندير بها التقشير للوجه ديالي واليدين. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم وتجربوا الطريقه، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. وما تنساوش ليا من فضلكم لايك، وشكرا على المتابعه، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.